خناقه ضخمه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد صلاح. والناس بدات سابت كاس العالم واشتبكوا مع نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول. ايه بقى الحكايه؟ وليه المصريين والمغاربه اختلفوا مع بعض؟ الحكايه يا سيدي ان محمد صلاح ما عملش حاجه. طب ازاي؟ والله الناس زعلانه عشان هو ساكت وما هناش منتخب المغرب في تأهله لكأس العالم اللي عامله المغرب دلوقتي. وكان من أبرز المنتقدين لصلاح هو الصحفي والإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، اللي كتب التغريدة دي. كتب قال: ولا تهنئة ولا كلمة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب، بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه. خير ان شاء الله يا محمد، عسى المغاربه ما زعلوك في شيء. احنا كنا بعد ما نهايه ماتش المغرب كنا سالنا السؤال ده: فين تهنئه محمد صلاح؟ عبد الصمد ناصر كتب الكلام ده النهارده. ناس اعتبروا بعض المغاربه ان انجاز منتخبهم هو انجاز العرب كله والافارقه، واحنا بنعتبر ده على فكره برضه. واستغربوا من عدم اهتمام صلاح بانجاز كبير زي ده، زي ما كتب الشريف الادريسي وكتب قال: ساديو ماني شجع المغاربه منذ البدايه، بينما صلاح لم يقم باي دعم من الانجاز اللي حققه المغرب لصالح الكره الافريقيه والعربيه، حيث فتح ابوابا كانت موصده الى الامس. في المقابل نحن ندير بالشكر والتقدير لمصر لانها اصطفت معنا منذ البدايه، غير ان سلوك نجمها يثير الاستغراب. مش بس المغاربه اللي انتقدوا صلاح، بعض المصريين كمان انتقدوه، زي حساب باسمه فؤاد اللي كتب وقال بالنص كده: فؤاد: الشعب المصري بجميع اطيافه وفئاته يهني ويفرح مع منتخب المغرب، الا العاق هو حد وصفه محمد صلاح. هو كتب كده فؤاد. لكن المدرب العام السابق لمنتخب مصر كابتن ضياء السيد كان ليه راي تاني خالص، ولمح ايه السبب بان صلاح زعلان من المغاربه. لانه كابتن ضياء لمح بان المغاربه ما صوتتش لصلاح في جايزه اسمها البالون دور. رد كابتن ضياء السيد اللي لمح بانه يعني ما تزعلوش قوي، انتوا ما اديتوش لصلاح حاجه في التصويت بتاع احسن لاعب في العالم اللي خدها كريم بنزيما، ومش بس بنزيما، ده في الاستفتاءات الثانيه ما اديتوش لصلاح. عايز يقول طبيعي يعني صلاح يعني ما يهنيش. ناس تانية شافت ان سبب عدم تهنئه صلاح للمغرب هو حالته النفسيه السيئه عشان ما قدرش يصعد لكاس العالم، وده اخر كاس عالم كان ممكن يشارك فيه صلاح لان حظه كان سيئا او حاله الظروف بينه وبين احلامه. بس يبدو ان صلاح مش مهتم بكاس العالم كله، مش بس حكايه المغرب، لانه لم يهنئ قطر على الافتتاح الكويس، لم يهنئ السعوديه على انجازها الخطير قدام الارجنتين، لم يهنئ تونس بانجازها على فرنسا. انما الراجل كان في حته تانية، لانه من خلال ايام اللي فاتت ظهر ستوري نشره صلاح وقت المباريات دي وهو بيتفرج على مباراه كره طايره سيدات بين الاهلي والزمالك. صلاح قعد اكتر من ساعتين في المركز ده، طبخ ورسم ولعب كوره، وده كان لفته منه رائعه. لكن الصحفي سليم عزوز اعتبر ان صلاح مش بيحسن التصرف في مواقف كتيره، فكتب يرد على الاعلامي المغربي عبد الصمد ناصر وقال له: يعني العالم العربي والعالم الاسلامي بيعتبرون انتصار منتخب المغرب انتصار ليهم، وانت سايب دول كلهم ومركز في محمد صلاح. محمد صلاح لا يعرف اين يضع قدمه، راح يعزف الملكه باعتبارها كبيره العائله، عمل لنفسه مشكله مع ناديه. الراجل ابسط من كده. استاذ سليم عزوز عايز يقول ان صلاح يعني مش بيحسب خطواته، انما ماشي بالبركه. انا مش مع الاستاذ سليم عزوز خالص، لان محمد صلاح ما هوش فرد. محمد صلاح وراه مؤسسات كبيره بتديره، مؤسسات اعلاميه، مؤسسات في السوشيال ميديا. المؤسسات دي بتدير محمد صلاح. محمد صلاح ماضي عقد مع اكبر شركه ملابس رياضيه في العالم، هي اديداس، والشركه دي ما بتهزرش مع محمد صلاح يعني. والشركه دي هي اللي عامله اغلب التيشيرتات او الملابس الرياضيه لكتير من المنتخبات، منهم المنتخب الارجنتيني اللي بيلعب دلوقتي او اللي لعب من شويه. محمد صلاح ما عادش لاعب كده في ابو حمص بيلعب مع نفسه، يروح يعزف حد غلط او يروح يقعد في فرح غلط او يقعد على قهوه غلط.
محمد صلاح ماشي بروشيتا يا كابتن سليم، وبالتالي هو عارف بيعمل ايه. أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق صاحب المشاهد الاستثنائية لما وقف كراجل كان في مقدمة المهنئين مسعود أوزيل. امبارح وريت لك البرلمان التركي وهو واقف يحتفل من القلب. أوزيل فخور، يا له يا له من فريق، يا له من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد طريقة النصرة، مش كده. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال لك ترده عن ظلمه. هي دي نصرة أخوك. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال لك مثل المؤمنين أو المسلمين، صلحوا الحديث أرجوكم، في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هو احنا كده، احنا مختلفين. انما حدش قال ان انتصار المغرب انتصار للإسلام يعني، ولا انتصار السعودية على الأرجنتين انتصار، ما حدش قال كده. انما في ناس مريضة والله العظيم، عندها ألم من أي شيء، عايزين السيكو سيكو يبقى هو منح الحياة يعني. وده للأسف شيء مش مقبول. لا ده أوزيل رائع دائما، ربنا يثبته في كل أفعاله. حقيقة هذا الولد رجل بما نراه. على فكرة أوزيل بالصدفة كان جاري في اسطنبول، ما قابلتوش ولا مرة يعني خالص، لكن ربنا رزقه بالحب واختار الاختيار اللي ما حدش ممكن يختاره، وضحى بكل حاجة، ألمانيا وقصة ورواية، وانتوا عارفين قصته. رغم اللي بيعمله من اللي خدت بالي منه الإعلام الجزائري مع فوز المغرب، هعرض لكم تفاصيله في جزء لوحده، وأنا في حالة ذهول والله، حالة ذهول. رياض محرز كان من المهنئين والداعمين للمغرب. رياض محرز إنسان نحسبه على خير، وقال تصريحات لدعم المغرب نشرتها صفحة مانشستر سيتي، الفريق اللي بيلعب له رياض. حقيقة تفتخر محرز، مانشستر كاتبين المغرب نفتخر بالمغرب، دي صفحة مانشستر. المزيد حتى اليوم مبروك للجميع وبارك لاخواته واشقائه. اسماعيل بن ناصر لاعب AC ميلان ومنتخب الجزائر ايضا كان في مقدمة المهنئين. ده الطبيعي، ده الطبيعي يا جماعة. نحن نؤمن بك للنصر النهائي، للتاريخ. محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي الأرسنال أيضا كان من المهنئين، يفاجئ أسود الأطلس والركراكي. النني الأداء الصادم حقيقة كان من محمد صلاح، اللي تجاهل تماما انه يبارك للمغرب. العالم بيتكلم ويتابع ويشيد القريب والبعيد، بل ان محمد صلاح تجاهل حتى اداء المنتخبات العربيه في بدايه البطوله واللي بيحدث هناك، ونشر صور في بدايه المونديال، صور غريبه جدا، انه بيتابع ماتش طائره نسائي بين الاهلي والزمالك، اللي هو رساله يعني مش محتاجه تكون فاهم. ده اللي انا بتابعه يعني، انا مش بتابع دول. ده انتوا اللي بتعملوه ده ما يعنينيش في حاجه. اداء غريب جدا، ايه اداء صلاح غريب جدا من فتره بصراحه، اداء صادم، مش عارف ازاي وصل لهذا الاداء. صلاح في بدايه مشواره كان غير كده تماما يا جماعه.